غضب جماهير الاهلي والزمالك من رابطه الانديه واتحاد الكوره بسبب موعد مباراه الزمالك والنصر ومباراه الاهلي والمصري. طبعا مباراه الزمالك والنصر اتحاد الكوره ورابطه الانديه ما لهمش دعوه بيها، ولكن مباراه الاهلي والمصري في الكاس اللي هتقام الساعه 6 اليوم في نفس موعد مباراه الزمالك. طب حضرتك عارف ان في مباراه للزمالك مع النصر، ايه المشكله لو رحلت مباراه الاهلي؟ يا عم ما تخليهاش الساعه 8 ما دام في قرارات من الدوله ان ما فيش مباريات تتلعب بالليل عشان توفير الطاقه الكهربائيه، عشان توفير الكهرباء ماشي. انت لو اجلت مباراه المصري والاهلي في الكاس يوم وخليتها الجمعه بدل ما تتلعب النهارده تتلعب بكره، ايه اللي هيحصل في الدنيا؟ خاصه ان ما فيش بعدها مباريات خالص، الموسم الرياضي في مصر انتهى خلاص كده وبقيه الكاس هيستكمل مع الموسم الجديد. فايه المشكله ان انت كنت خليت مباراه المصري والاهلي او الاهلي والمصري بكره الجمعه الساعه 6 برضه، ولا زي ما انت عاوز بالنهار، انما تخلوا المباراتين في نفس التوقيت؟ طب ده ينفع في بلد الجماهيريه فيها للاهلي والزمالك، في دوله فيها اكتر من 70 مليون بيحبوا كره القدم وهيقعدوا يتفرجوا على كره القدم؟ طب ما هتحصل مشاكل النهارده على الكافيهات والقهاوي، ده عاوز ماتش الاهلي وده عاوز ماتش الزمالك، وماتش الزمالك متشفر واساسا القناه مش موجوده على النايل سات اللي بتذاع ماتش الزمالك، يعني الناس لازم تنزل القهاوي تشوفها او تقعد على كافيه تشوفها، والكافيهات معظم اللي بيبقوا عليها اهلاويه وعاوزين يشوفوا ماتش الاهلي. انتوا ليه يا رابطه الانديه او يا اتحاد الكره او المسؤول عن كاس مصر بيعمل كده؟ ده لو عيل صغير بشخ عنده 3 4 سنين كان اتخذ القرار ده، ان مباراه الاهلي كانت تترحل اليوم بدل الخميس تتلعب الجمعه الساعه 6 برضه. انما ايه اللي احنا فيه ده؟ حاجات ما بتحصلش في اي مكان تاني، لو سبوبه او بيزنس او فلوس كله بيجري عشان يخلص المصالح وياخد حته من التورته، انما جماهير ومراعاه مشاعر جماهير ومراعاه ظروف جماهير، وان جماهير الاهلي تتفرج براحتها وجماهير الزمالك تتفرج براحتها، لا لا لا، جماهير مين؟ احنا فاضيين لجماهير، احنا فاضيين للبيزنس والمصلحه والسبوبه بس، انما الجماهير ما حدش فاضلها ولا حد بيسال عليها ولا حد بيدور عليها. حاجه مقرفه جدا، حاله من الغضب الشديد بين جماهير الاهلي والزمالك. بيقولوا هم الناس المسؤولين عن الرياضه دول مجانين، هم الناس المسؤولين عن الرياضه دول عبط، هم الناس المسؤولين عن الرياضه دول هبل. ايه الماتش تخلوه الساعه 6 في نفس التوقيت؟ هتقولوا له اصل الماتش ده كان متحدد والقرار بتاع الكهرباء ده لسه طالع جديد وكان متحدد ميعاده مثلا الساعه 9 او 10 وعدلناه بقى الساعه 6 بناء على تعليمات الدوله. طب يا سيدي هو تحديد الماتش ده قران؟ انت امبارح الاربع ولا اول الثلاث لو قلت الماتش ده هيترحل يوم عشان يا جماعه ماتش الزمالك والجماهير دي تشوف ماتشها والجماهير دي تشوف ماتشها، كان مين اللي هيعترض؟ كان الاهلي هيعترض؟ لا طبعا ما كانش هيعترض. كان المصري هيعترض؟ لا طبعا ما كانش هيعترض. انما سبت الامور سبهلله كده والماتشين في نفس التوقيت النهارده، والجماهير ده قرفانه والجماهير ده قرفانه مش عارف تعمل ايه. الناس لا ضامنه تنزل تقعد على كافيهات افرض تشغل ماتش النادي اللي انا ما بنشجعوش الزملكاوي او الاهلاوي. ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ ما كنت اجل يوم يا اخي. رجال اشتراك في قناتي وتفعيل الجرس.